النبر معناه بكل بساطة كده يعني ازاي تنطق الكلمات بطريقة صحيحة بحيث انها تبقى واضحة كده ومفهومة ومفسرة. هنلاقيه في كل لغات العالم. لما تيجي تدرس اي لغة غير اللغة العربية بتاخد مادة اسمها صوتيات، سواء بقى انجليزي فرنساوي الماني، اي لغة بتاخد المادة دي. هو ده النبر، يعني ازاي تنطق الكلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه أبيات ذكرت فيها النبر في قراءة القرآن الكريم، واستشهدت بثلاث آيات. الأولى قوله تعالى: فقست قلوبهم، فقست قلوبهم، وهذه هي القراءة الصحيحة، أن تدفع القاف ولا تدفع الفاء، تقول فقست قلوبهم. والخطأ فقست قلوبهم، فقست قلوبهم. الآية الثانية أو ما يشابهها: فترى القوم، فترى الذين آمنوا، فترى القوم، فتدفع التاء وتقول فترى الذين آمنوا، لأن الكلمة من الرؤية فترى وليست من فترة. لا تقول فترى الذين آمنوا، تقول فترى القوم، فترى القوم. الآية الثالثة قوله تعالى مخاطبا موسى وهارون: فأتيا فرعون. والخطأ أن تدفع الياء فتقول فأتيا فرعون، كأنك تخاطب فرعون، فأتيا فرعون، ولكن الصحيح أن تقول فأتيا فرعون بدفع التاء. وهناك أمثلة كثيرة ولكن نكتفي بهذا القدر. أقول في هذه الأبيات: فقست يقول، فقست يقول، فقلت لا بل فقست، جاءت من القسوة فاقرأ فقست، ليست من الفقس فكن في حذر، فقست قلوبهم كذا قد وردت، فادفع بحرف القاف نبرا موضحا للقصد والمعنى كما قد وصفت، فترى الذين، فترى الذين كذا ترى هي من ترى لا من فتور، قل نعم قد وضحت، قل فترى، وادفع بحرف التاء هنا لا فترى القوم فتورا فترت. وكذاك ليست فأتيا بل فأتيا فرعون، للاثنين أمرا قصدت، فادفع بحرف التاء لا تدفع بياء، فالدفع عند الياء معنى غيرت. النبر روح للقراءة ممتع قطعا، قراءتنا بنبر أمتعت، واترك مقالة من يرى إهماله سيعود غصبا نفسه ولئن أبت، غيض ذكرت فكن نبيها واحترس، واحرص على النبر الصحيح إذا ثبت، واحرص على النبر الصحيح إذا ثبت، أي إذا ثبت أن النبر يغير المعنى.